هم ليه بيكرهوا الجيش بالطريقه دي؟ فكره الجيش يعني وارد ان انك تشوف ان اماني شخص مش كويس بالنسبه لك فتكرهها، انت حر، ده وارد. لكن فكره الجيش والمساله دي منسحبه على مدارسهم، يعني المدارس بتاعه التجمع الخامس اللي انا مش فاهمه وزير التربيه والتعليم سايبها لحد دلوقتي ليه، سواء مدارس الشاطر او مدارس الكمال الازهريه، المدارس دي كلها الناس دي عماله تقول للاطفال، تقول للنساء الجيش المصري ربنا ياخده كده، هم بيدعوا على الجيش. انا اسفه بس هو ده اللي بيتقال. اولا نفسي اعرف ايه سبب كره هذه الجماعات لفكره الجيش ده اولا. اتنين، الناس دي ليه مسكونه بالكره؟ الكره عكس الدين، جوهر الدين هو مكارم الاخلاق، هو حسن الاخلاق، هو انك تقاوم كل الشرور في نفسك عشان تبقى متدين. يعني كل الاديان حست على ده. بصي حضرتك، بيكرهوا الجيوش، فكره الجيوش دي عامله لهم قلق. اولا فكره الجيش دي فكره زرعها هي قديمه، يعني مش جديده، يعني هم بيكرهوها فعلا. بيكرهوا الجيش فعلا وكراهيه غير عاديه، والكراهيه دي لها خلفيه عقائديه، مش حاجه منفصله عن العقيده اللي هي ايه بقى؟ بيتدين بها الاخوان. عقيده القتال، هم بيتدينوا بعقيده دين القتال، يعني دين الاخوان اسمه دين القتال وليس دين الاسلام.